تغيير صار بالجنسية واللي لازم يعرفوا أي حدا قبل ما يطلبها هو إنه المقابلة ما عادت ضرورية قبل رفض الطلب. شو يعني هالشي وشو لازم نعمل؟ سابقاً كانت القاعدة العامة إنه ولو ملفك مو قوي لكنك محقق الشروط ومبلش شغل من جديد مثلاً، اطلب الجنسية مشان تكسب وقت، لأنه من هون لسنتين رح يطلبك الموظف للمقابلة ويطلب منك أوراق جديدة، وقتها رح يكون صار لك أكثر من سنتين عم تشتغل أو استقريت أكثر، وهيك بتاخذ له أوراقك الجديدة معك وبيمشي الحال. لكن هلأ وزارة الداخلية غيرت قواعد اللعبة، لأن بمرسوم غوتيو بالمادة 8 مكتوبة بكل وضوح إنه يمكن للمحافظة إعلان الملف غير مقبول دون إجراء المقابلة، وهالشي بمجرد ملاحظة إنه أحد الشروط المنصوصة عليها غير محققة. سابقاً كانوا يتواصلوا ويطلبوا منك أوراق جديدة ويعطوك مهلة لتبعتها، هلأ أعطى الوزير الإمكانية بالرفض مباشرة بناء على الملف الأولي اللي أرسلته. هي المادة 8. أما المادة 9 من المرسوم نفسه فبتعطي الإمكانية برفض الطلب مباشرة وأثناء التدقيق الأولي له دون اللجوء لمقابلة الاندماج، وبتسمح للموظف بإعطاء أحد قرارات الرفض المنصوصة عليها بالمادة 44. طب شو هي المادة 44 كمان؟ انسوا الأرقام، لكن هي المادة بتعطي المحافظ الحق برفض الطلب ولو كان مستوفي الشروط إذا ما رأى مبرر لإعطاء الجنسية لهالشخص. طب شو بيعني كل هالحكي يا عمر؟ يعني ما عاد في أمل؟ مبلى، لكن من اليوم ما عاد من الضروري تستعجل بإرسال طلب الجنسية بقدر ما هو ضروري إنك تتأكد إنه ملفك كامل مكمل وقوي وبيستحق تحصل على الجنسية، لأن صار الجزء الأهم من الدراسة بصير قبل المقابلة، اللي لو ما شافوا ملفك بيستحق خلال الدراسة الأولى ممكن يرفضوه، خاصة لو كان عليهم ضغط أو ما بدهم يجنسوا كتير. وإن شاء الله رح ضل معكم بكل نصائح جديدة ومهمة بالجنسية وبأي شيء مهم بفرنسا، ولتوصلكم لا تنسوا المتابعة. كنت معكم أنا عمر كوكاش، سلام.